بعثة الاهلي في ازمة في غانا. بعثة سافرت على طيارة خاصة ووصلت الى اكرا. انتوا عارفين المباراة هتتلعب في كوماسي، فنزلت اكرا عشان تمون، والاهلي طالع بطيارة خاصة. وصلوا تمام التمام ومونت وتمام التمام. بتيجي العربية دي اللي بتجر الطيارة عشان بتبقى تحطها على يعني عشان تطير يعني. فالمعدة دي اللي بتجر الطيارة دي راحت خابطة الطيارة، فالطيارة خلاص ما تطيرش. فالبعثة نزلوا قاعدين في المطار، الطيارة مش هتطير خلاص. الاهلي بيحاول بكل الطرق دلوقتي انه يشوف اماكن عشان يسكن البعثة، يباتوا النهاردة في اكرا. كمان المشوار ما بين اكرا وكوماسي مشوار طويل طويل طويل، والاهلي اصلا ما كانش اتمرن النهارده لان الرحله طويله ودمها تقيل يعني. فاوريدي خلاص الاهلي قاعدين في اكرا، مش هيعرفوا يتحركوا النهارده. دوروا على طيران داخلي مش موجود. كلموا سيد سفير المصري في غانا، كلموا سيد وزير الطيران، اجروا كل الاتصالات، لكنه خلاص الدنيا بقت صعبه. المباراه بعد بكره، وبالتالي الاهلي عشان يصل الى كوماسي مش هيصل قبل غدا مساء ليلا يعني. وبالتالي الطبيعي والمنطقي انه الاتحاد الافريقي يأجل المباراه يوم يعني. ما هو حق البعثه، حق الفرقه يعني. الناس طلعوا طياره خاصه، الناس وصلوا المطار، الناس عملوا كل حاجه، لكن في النهايه هتعمل ايه بقى؟ هي امكانيات موجوده بقى. اللي بيسوق المعده دي ولا اللي بيجر البتاعه دي ما تفهمش بقى كان في دماغه ايه. بقول لك خبط في الطياره، والطياره هتقعد هناك للاصلاح، ودي خسائر بقى ما بعدها خسائر لشركه طيران. معلش ربنا يعوض عليهم يعني، قال يعني هي ناقصه يعني. فدلوقتي الاهلي بيحاول دلوقتي بكل الطرق عن طريق السفاره المصريه في غانا انه يشوف مكان يباتوا فيه يناموا فيه. شوف البهدله بقى حضرتك. وعملوا اتصالات، هل ممكن في طياره تطلع من مصر عشان تنقلهم بكره ولا لا؟ تخيل بقى عشان طيران داخلي حته ما بين كوماسي وما بين اكرا تعمل كل ده. سيبك من الفلوس وسيبك من المصاريف وسيبك من التكاليف وسيبك من كل ده، لكن اللي يهمني هنا هو اقامه المباراه. ان المباراه كده مستحيل تتلعب الجمعه. وعلى فكرة النادي الوداد المغربي عنده مشكلة برضو، تصريح الطيران والقصة والحدوتة وبتسوانا، وعنده أزمة كبيرة، وبرضو طلب من الاتحاد الإفريقي تأجيل المباراة ولو يوم. فنحن هنا بنوجه نداء للكاف إنه لو سمحتوا اتدخلوا عشان تأجلوا المباراة يوم، بدل ما تلعب الجمعة تلعب السبت. ما هم هيسافروا إمتى وهيباتوا إمتى؟ والقصة ما هم من حسن الحظ الحمد لله شنطهم معاهم وحاجتهم معاهم، وكلها كانت اتحطت في الطياره، وبقول لك وصلوا بسلامه الله لاكرا وتمام. وعشان بس ما حدش يقلق، البعثه بخير وما فيهاش مشاكل ولا اي حاجه، ما حصلش حاجه خالص يعني. ونزلوا خلاص من الطياره وقاعدين في المطار مستنيين مكان يباتوا فيه. دور بقى على فندق، دور على استراحه، دور على اي حاجه. رجعنا القديم وخالص، لكن اللعيبه اهي متعوده. بس المشكله الماتش هيتلعب ازاي يوم الجمعه؟ والماتش خلي بالك الجمعه الساعه 4 بتوقيت غانا، 6 بتوقيت القاهره، يعني مثلا مش 9 بالليل ولا حاجه، لا الساعه 4. والاهلي كده كده جدوله في افريقيا زي ما هو يعني، مش الماتش ده يتاجل فيقوم الماتش اللي بعديه يتاجل، لا خالص، مفيش حاجه من دي يعني نهائي. فهو الطلب دلوقتي للاتحاد الافريقي، للكاف، للجنه المسابقات، للسيد باتريس موتسيبي، للساده الافاضل اللي موجودين هناك، للي مسؤول عن ده، لو سمحتوا اصدروا قرار بتاجيل المباراه 24 ساعه. بعثه طلعت في ميعادها، البعثه وصلت في ميعادها، البعثه عملت كل حاجه، لكنه في النهايه في مشكله هناك. مشكله هناك في غانا، مش من النادي الاهلي خالص. بالعكس الاهلي حاول يضيق الايام على قد ما يقدر، بعد ما كان مسافر الثلاث قال اسافر الاربع عشان تبقى بسرعه كده سريعه وايه ما يحصلش ارهاق او مشاكل او حاجه يعني.
انتوا عارفين انه ملعب كوماسي ده مش ملعب مديامه، هو بيلعب خارج ملعبه، فاتنقل الى ملعب كوماسي. وبالتالي هل المباراه مثلا تتنقل لاكرا ولا ما اعرفش، بس هو المباراه متحدده ومحطوطه و انها في كوماسي. فكل الطلب دلوقتي انه المباراه تتاجل 24 ساعه. اتمنى يكون المهندس هنا بريده سامعني، والراجل الحقيقه لا يتاخر في مثل هذه الامور. اتمنى يكون الافاضل في الاتحاد الافريقي سامعني، عشان نضمن اولا السلامه. ما هيسافروا ازاي؟ هيسافروا ازاي من اكرا الى كوماسي؟ ده مشوار بعيد عنك بقى، فمن الصعب جدا يعني. هل الطياره هتلحق تروح لهم بكره بدري مثلا؟ صعب جدا يعني. وبقول لك مفيش طيران داخلي كمان هناك يعني. فكل الامل ان الاتحاد الافريقي يستجيب لطلب النادي الاهلي اللي انا بقوله على الهوا، اجلوا المباراه 24 ساعه فقط لا غير. طلب منطقي وشرعي وعادل تماما يعني. خلينا نحسبها العكس، انه بعثه غانا جت ونزلت في اسوان وبتنون وحصل لها اي طارئ ومش عارفه تيجي القاهره، هتقول لهم تعالوا من اسوان للقاهره بالاتوبيس؟ ما ينفعش. ده لو في قطر نوم حتى كانت تبقى ماشي، لكن ده مش موجود كمان. هي خلينا لو قالوا الاهلي اجل طبعا هيأجل، مش عايزه كلام يعني، قصه محسومه. او الاتحاد الافريقي هيتدخل ويأجل من غير ما يطلب من الاهلي. فللمره الثالثه الرابعه الخامسه العاشره بقول انه نرجو من الاتحاد الافريقي، نرجو من الكاف التدخل واصدار قرار عاجل بتأجيل المباراه لمده 24 ساعه، نظرا لما حدث للطائره التي تقل النادي الاهلي في مطار اكرا. واولياء الامور بطمنهم البعثه زي الفل، ما فيهاش مشاكل خالص، مفيش حد في خطر ولا حد في ولا حصل حاجه. المعده اللي بتجر للطياره فعشان تحطه على الرانوي كده خبطت في الطياره، والطيران ده كله حساس جدا جدا. فاي حاجه لا قدر الله، ده احنا بين السماء والارض يعني، دي ما فيهاش ريسك. انا مش راكب عربيه وطالع على الطريق الصحراوي وعجله حصل لها حاجه اركن يا ابني اعمل لها يا باشا. هنا لا، ما فيش هزار في الحاجات دي، بلا بطش كوره بلا يحزنون يعني. فانا هكرر الطلب ده اكتر من مره خلال الحلقه. خلاص من غير ما اكرره، خلاص هتاخد كل المواقع دلوقتي هتاخد عننا هذا الخبر، وهنتابع وهنحاول نجيب دكتور مهند مجدي رئيس البعثه من هناك عشان يقول لنا ايه اللي بيحصل خلال الحلقه، او اي تليفون كابتن خالد بيبو، كابتن سمير عدلي، اي حد ان شاء الله نجيبه من بدري يقول لنا ايه اللي بيحصل هناك، او السفير المصري في غانا نحاول نجيبه، لانه ده الخبر الاهم. والف سلامه، والحمد لله ان احنا طمنا على البعثه، وربنا يطمنا عليهم يا رب ان شاء الله.